بالنسبه لي انا على الاقل بدايه الموسم كده والاهلي يخسر بطوله يا جماعه انا اتضايق. السوبر الافريقي الاهلي يخسر حاجه تخلينا كلنا نتشائم، يعني كلنا نشعر بالتشاؤم في بدايه الموسم، انه الرباعيه يا اهلي والخماسيه يا اهلي والسداسيه يا اهلي، كل الحاجات دي تحسسك ان احتمال كبير الاهلي السنه دي مع نهضه الزمالك لا يحقق نفس الاشياء. بس انا حزين وجون كهربا صح والتحكيم فيه مشكله كل حاجه، بس انا برضه حزين. انما هنعمل ايه؟ ادي الله وادي حكمته انه في بدايه الموسم كده الكعبله يتكعبل الاهلي. وهو انتوا عارفين الاهلي فيه ميزه عظيمه، الاهلي لما يطير بيطير ولما بيتكعبل يفضل يتكعبل. ما تفهمش ايه الحكايه، يتكعبلوا مره ثم ثانيه. وطبعا يعني النهارده كان عندهم يعني وكان كلنا والله انه نلقى لاعب مهم محترم انتقل للنادي الاهلي يعمل اداء عظيم، ولكن ما عملش حاجه ضايقتنا كلنا. انما هنعمل ايه؟ بدايه الكعبله للاهلي، وطبعا احنا كلنا كنا ورا الاهلي بيلعب باسم مصر في المملكه العربيه السعوديه، فضياع اول بطوله من الاهلي وان شاء الله يعوضوها. انا نفسي ان شاء الله يعوضوا الحاجات دي كلها. وبنبارك طبعا لاتحاد العاصمه. لعب شمال افريقيا صعب شديد، يعني صعب يعني كورتهم مقفول قوي، صعب قوي، بيعملوا كل حاجه عشان ياخدوا الماتش يعني بصراحه، عندهم كده طريقه ما يعني. ولكن معلش هارد لك صحيح